واش عمر سولتي راسك شنو المعنى الحقيقي ديال الحياة؟ واش في خبارك بلي داكشي اللي كتجري موراه سواء كان دبلوم، خدمة، فلوس، فيلا ولا طوموبيل ماشي هو اللي غادي يخليك تحس بالسعادة الحقيقية؟ دوزت 30 عام من عمري باش نتعلم هادشي اللي غادي نقول لك في هذا الفيديو، وغادي نوفر عليك سنين ديال الاخطاء والمعاناة. من صغرنا وحنا كنسمعوا نفس الكلام: قرا مزيان، شد الباك ديالك، دير شي دبلوم ولا لافاك، دبر على شي خدمه، تزوج ودير الوليدات والدار والطوموبيل، بحال الا هادو هما الاهداف الوحيده اللي كاينه في هذه الحياه. رغم اختلاف المدن كتحس بلي المغاربه كاملين عندهم نفس العقليه. نجحت هذه المنظومه بين قوسين في انها تصنع منا كائنات ممله ومتشابهه، نفس الافكار، نفس الاهداف، وقليل اللي كيتجرأ يخرج من هذه الرتابه. الحقيقه المره هي ان هاد الانجازات هادو كيحسوك بواحد السعاده مؤقته فقط، من بعد كتحس بواحد الفراغ، بحال الا كاينه شي حاجه ناقصه. كتحس براسك باغي تعيش وتجرب شي حاجه اكبر وتعطي واحد الاضافه لهذا الكون الكبير اللي عايشين فيه، ولكن ما عارفش بالضبط شنو هي هاد الحاجه او لا هاد الهدف الكبير. انا كنآمن باللي كل واحد فينا عنده رساله في هذه الحياه، وكاع داكشي اللي كيوقع لينا كيوقع لسبب او لا شي حكمه معينه. هاد الفيديو مثلا ما وصلكش بالصدفه، شحال من حاجه وقعت لي في حياتي وكنت كنتسائل علاش وكيفاش، حتى كتفوت سنوات وما كنبقاش نقلب على الاجوبه، عاد كيجيو حتى لقدامي وكيفسروا لي كلشي. مع الوقت فهمت بلي ما خصنيش نبقى نبرزط راسي بزاف ونطلقها في الله، حيت عارف بلي كلشي فايت، وبلي داكشي اللي كنعيشو واللي كيوقع ليا حاليا هو حاجه زوينه كما كان الحال. واخا كيبان خايب كنحاول نستخرج منه الزوين ونستافد منه ونشوفه بطريقه ايجابيه. الا كانت شي صعوبه كناخذها تحدي باش نفوتها ونتعلم منها ونتقوى بها. سميه تفاؤل ولا ايمان بالله ولا كما بغيتي، في الاخير ما عنديش حل اخر احسن من غير انني نشوف الامور هكا. مع مرور السنين وكثره التجارب كتبدا تكتشف راسك وتعرف المعنى الحقيقي ديال الحياه والرساله ديالك فيها. واحد من اكبر السجون اللي يقدر يعيش فيهم الانسان هو الخوف من النظره ديال الناس. كنشريو بزاف ديال الحوايج اللي ما محتاجينش باش نثيروا الاعجاب ديال شي ناس اللي في الاصل حنا ما كنحملوهمش. الحياه قصيره بزاف باش تعيشها خايف من كلام الناس وكتحاول ترضيهم. حب الناس غايه لا تدرك، واخا دير اللي درتي عمر بنادم غادي يرضى عليك. بالعكس، ما حدك كتحاول ترضي الناس غتبقى تلاقى في حياتك غير بالناس النرجسيين اللي غيستغلوا ديك الرغبه اللي فيك ويمصوا من دمك. الا جيتي تشوف راه افضل خلق الله وشبعوا فيه سبان وما خلاو باش اداوه، رغم انه دار المستحيل على قبلهم باش يشد طريق الله، ومع ذلك بقى كيخدم الرساله ديالو بلا ما يديها في هضرتهم. وهنا كنتفكروا الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كيقول: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. يعني دير ما يرضي الله، ماشي ضروري يرضوا عليك الناس، الله عز وجل وما عليهش اجماع. كيفاش بغيتي انت الناس كاملين يبغيوك ولا يفهموك؟ عيش حياتك كيما انت، حيد الماسك اللي داير باش تعجب بنادم، وتصرف كيما انت باش اللي بغاك يبغيك كيما انت. كون اصلي وعيش حياتك، حتى واحد ما غيتحس بلاصتك ولا يتحمل مسؤوليه القرارات ديالك. جري مورا الأحلام ديالك، غامر وغطس في الحياة بلا خوف. ما تبقاش حشمان وخايف، راه ما مسوق ليك تا واحد وما مديها فيك تا واحد. كل واحد عايش حياته وغارق في المشاكل ديالو. عندك يسحب لك راسك مهم بزاف في هذا الكون باش الناس يبقاو مقابلين التفاصيل ديال حياتك. السلبيات ديالك راه غير انت اللي كتشوفو، حتى واحد ما عارف باللي انت لابس تقاشر متقوبين، حتى واحد ما رد البال الوزن ديالك ولا انك لابس صباط ماشي اسوختي مع اللبسه ديالك، حتى واحد ما رد البال باللي لابس نفس اللبسه هذه 3 ايام. باختصار، حتى واحد ما داير بالو معك. انت واحد الكائن صغير وسط كوكب كبير، وسط مجموعه شمسيه كبيره، وسط مجره كبيره، وسط كون كبير بزاف ماليش حدود. انت ماشي مركز الكون باش نبقاو مسوقين لك. دونك رخف على راسك وطلق تسرح، ترخى واستمتع بالحياه. كيفوتك بزاف وانت صاد على راسك. حتى واحد فينا ما كامل، الكمال لله عز وجل. اهم حاجه هي تكون انسان طيب، ما كتاذيش الناس وكتحاول تطور من راسك قدر الامكان، وتقبل راسك كيما انت، حيت كيما كان الحال ما منكش جوج. والقيمه ديالك كتنبع من الداخل ديالك كشخص، حيت كرمك سيدي ربي على باقي المخلوقات. راه ماشي انا ولا انت اللي كنحددوا القيمه ديال راسنا. القيمه الحقيقيه ديالنا جا فيها قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله هو اللي كرمك من البداية، ماشي آراء الناس. ما لاحظتيش باللي داكشي اللي كان كيخليك فرحان فاش كنتي صغير ماشي هو اللي كيفرحك فاش وليتي مراهق، وداكشي اللي كيفرحك فاش كنتي مراهق ماشي هو اللي كيفرحك ملي كبرتي. كل مرحلة في حياتك كتكون كتجري مورا شي حاجة باش تحققها،
اللي كيقرا باغي يشد ديبلوم باش يخدم، اللي خدام باغي الترقيه والزياده في الصالير، اللي عنده بيكالا باغي موطور ومول الموطور باغي طوموبيل، اللي كاري باغي يدير ابارتمون، اللي عنده لابارتمون باغي دار كبيره وزيد وزيد. كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الباب: لا يملا جوف ابن ادم الا التراب. الانسان بطبيعته طماع، اللي شافها كيبغيها، وفاش كيحصل عليها كيتمتع بها لواحد الوقت قصير وكيقلب على شي حاجه اخرى تاني يديرها بين عينيه باش يوصل ليها. اللي خصنا نفهمو هو ان السعاده ماشي شي محطه كتوصل ليها باش تحس بها. السعاده خاص تحس بها في السعي ديالك للحصول على داك الشيء اللي باغي والاحلام اللي باغي تحقق. هادشي كيفكرني في واحد المقوله اللي اثرت فيا بزاف وديما كنتفكرها: وانت تبحث عن حياه لا تنسى ان تعيش. انا شخصيا السعاده كنلقاها فاش كنفيق نصلي الفجر وكنكون غادي للجامع والدنيا ساقله الكالم، واحد البرد زوين كيضرب ليا في وجهي، ولا فاش كنخرج نتمشى بلا هدف، نخلي التليفون في الدار ونسرح رجليا بوحدي مع الافكار ديالي، ولا فاش كنطل من الشرجم ديال الدار مورا الشتا وكنشم ريحه التراب، احسن ريحه في العالم فين تبان العطور الفرنسيه، ولا شي جلسه مع الاصدقاء اللي كنبغيهم ونتناقشوا ونضحكوا من القلب بلا نفاق بلا تصنع، ولا فاش كنبوس الوالده راسها ونشوف الابتسامه ديالها ونشوفها بصحيحتها وما خاصها والو. ماشي شرط تكون لابس شي ماركه غاليه ولا راكب بوغاتي ولا ساكن في شي فيلا فخمه في شي حي راقي باش تكون سعيد. وخير دليل على هادشي هو القصص الانتحار ديال شخصيات مشهوره مغنيه وعندها كل شيء بين قوسين. هادشي كيخلينا نفهمو بان السعاده شي حاجه داخليه ما عندهاش علاقه بالماديات. السعاده الحقيقيه هي تكون نقي من الداخل، عندك علاقات طيبه مع ناس طيبين، واهم شيء تكون قريب من الله عز وجل. الصراحه الحياه ما عمرها كانت سهله وما عمرها غادي تكون. ملي تزادينا وحنا كنواجهوا الواقع، مشاكل، صدمات، فشل، ضغوط، ووسط هاد العواصف كامله كنحاولوا نلقاو المعنى الحقيقي ديال الحياه، نلقاو الطريق ونلقاو راسنا. الانسان ديما كيتمنى حياه مستقره بلا عراقيل بلا الم، ولكن واش فعلا هاد النوع من الحياه كاين؟ المشاكل جزء من الحياه، ماشي صدفه وماشي عقاب، هي الوسيله اللي الحياه كتشكلنا بها، كتقوينا، كتعلمنا وكتقربنا من النسخه الافضل من راسنا. كل طيحه كاين درس، في كل ازمه كاينه حكمه، وفي كل لحظه ضعف كاين نداء داخلي كيقول لك راك اقوى من هادشي. ماشي العيب انك تكون كتعاني، العيب هو انك تخلي المعاناه تهرسك. ماشي العيب انك تحس بالعيا، العيب هو انك تفقد الامل في وسط العيا. شحال من واحد فكر يستسلم ولكن صبر، بقى صامد وجاب الله التيسير. وشحال من واحد داز من تجارب قاسيه ولكن خرج منها اقوى، انضج واكثر فهم للحياه. الحياه رحله، وكل مطب فيها كيزيدك وعي، وكل جرح فيها كيعلمك تحس بالناس، وكل تاخير، كل فشل، كل باب كيتسد راه فيه حكمه كيعرفها غير الله عز وجل. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما يمكنش تعيش بلا مشاكل، ولكن تقدر تعيش بقلب قوي، بعقل صبور، بروح مؤمنة أن كل شيء كيفوت، وأن حتى وسط الألم كاين نمو داخلي كيتبنى في صمت. الناس اللي اليوم كتحتارمهم وتقول عليهم ناجحين ما وصلوش بلا تكرفيس. راه وراء كل ابتسامة قوية كاينة دموع قديمة، وراء كل عقل رازين كاينة فوضى تجاوزها، وراء كل قلب هادئ كاينة صراعات ما علم بها غير الله. ماشي مهم تكون حياتك مثالية، وما عمرها أصلا غتكون مثالية. المهم هو تكون كتحاول كل نهار تكون أقوى وأفضل من البارح. المهم ما توقفش، ما تستسلمش، ما تخليش الصعوبة تغيب عليك المعنى الحقيقي ديال الرحلة. هادو كانوا بعض الدروس اللي خدات مني 30 عام باش نفهمها. إلا كانت شي نصيحة لمسات فيك شي حاجة، خليها في بالك وخدم بها، حيت هادشي اللي غادي يبدل حياتك. شارك الفيديو مع شي حد كتحس أنه محتاج يسمع هذا الكلام، وخلي التعليق ديالك وقول لي شنو النصيحة اللي عجبتك أكتر. الدعم ديالك يعني ليا بزاف. ما تنساش اللايك والسبسكرايب باش يبقى يوصلك الجديد.